السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خوتي وخواتاتي كاع الناس اللي كيعرفوا سماعين. المهم الموضوع ديالنا اليوم هو يعني تعذيب الحيوانات والناس اللي كيعذبوا الحيوانات او كيسجنوهم في الاقفاص او كثره الحدائق العموميه او المنتزهات. المهم الموضوع ديالنا هو يعني بالتدقيق، اي حاجه كنجيبوها بالتدقيق وبالايات. هو الله تعالى كيحق او كيعطي حق للحيوانات انهم يعيشوا احسن منك في الارض، وانهم بلاصتهم حتى هما عندهم في الارض وحتى هما عندهم حق باش يعيشوا. عندي بعض الايات لله تعالى اللي ذكر يعني تعذيب الحيوانات محرم، او الرمي او الصيد، حتى الصيد كيتعتبر حرام. وهاد الايات يبينوا لك كل شيء وهما يطلعوا لك دابا في التليفون او في الفيديو. ليتس جو نشوفوا الايات. غنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الايه الاولى كتقول، الايه القرانيه كتحدث على تعذيب الحيوانات وكتقول: قال الله تعالى: والذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. وشمسوني يعني هذه كتذكر لك ان الله تعالى خلق لك الانعام من ماء وحيوانات وغنائم وغنائم كاين اللي تاكل منها، كاين اللي يعني تستخدم منها بطريقه واحده اخرى، كل حاجه وكيفاش. لقوله تعالى في الايه الكريمه الثانيه كيقول لك: قال الله تعالى: والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. بزاف الناس كيخرجوا قوانين كيقول لك ان اللي عنا او اللي احسن مثلا بالحيوان فغادي يخلص واحد الفديه او غادي يخلص واحد البركه الفلوس، يعني بحال نقولوا ما خاصوش يتعامل مع ديك الحيوان او يوكله او شيء من هذا القبيل. فكيقول لك متاعا لكم ولانعامكم، يعني المتاع لكم ولأنعام. الارض راه ماشي ديالك انت يا بني البشر، لان الانسان هو المؤذي في الحياه البشريه او الكره الارضيه او العالم، لان الارض راه ماشي ديالك بوحدك، وراه خلق فيها الله حتى الحيوان والارض ديالهم وعندهم حق انهم يعيشوا. ندوزوا للايه الثالثه. قال لك: قال الله تعالى: واحسنوا ان الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. فهاد الايات كيبينوا لك ان هاد الانعام اللي خلقها لك الله فيها حكمه، فيها اللي كتاكلها، فيها اللي كتتحمل عليها الاثقال، فيها بزاف د الحوايج. وقال لك ما تسجنهمش، المكان الحقيقي ديالهم اللي خصهم يعيشوا فيه هو اللي عطيها لهم الله. مثلا الغابات يعني الحريه، انت هي كيحبسوك مثلا المخزن، راه كتبغي تنفجر، كتبغي تموت، شحال من واحد مات وهو مسجون، لان الحريه ما كاينش بحالها. والايه الكريمه كما كنقولوا الرابعه: قال الله تعالى: وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امثالكم. وشمسين الا امثالكم. يعني شنو كيقصد الله بهذه الايه؟ كيقصد ان اي طير او اي دابه او اي مخلوق اللي كيبان لك انت لا شيء، يعني مثلا نمله، مثلا ناموسه، مثلا